وعليكم السلام ورحمة الله. كنا نتحدث أخي عن تجهيزات في منطقة نبع الثوار في محافظة القنيطرة، وتحدثنا عن تواجد أكثر من 800 شبيح، منهم 300 شبيح من الحرس الثوري الإيراني. بالنسبة لجبات الخشب، تتعرض البلدة لقصف عنيف ومستمر بشكل يومي، كما سجلت تحشدات لقطعان الجيش النظامي والشبيحة على أطراف بلدة جبات الخشب، وتم فتح جميع المعابر المؤدية للبلدة من قبل عصابات النظام، فيما يبدو أنهم يريدون اقتحام البلدة. وأبطال الجيش الحر هناك يستنفرون استنفارا كاملا ويستعدون لمجابهة قطعان الأسد. في بلدة خان أرنبة سجل تجوال كثير في سيارات الأمن والجيش في المدينة، كما لوحظ انتشار كثير في الأمن واللجان الشعبية. وقد تم جلب العديد من العناصر كتعزيزات في تلك البلدة، وجلب سيارتي دوشكا جاهزتين لأي هجوم فوري. وتم وضع السوات الرملية أيضا عند محطة. وفي خان أرنبة أيضا تم العثور على جثة أحد المواطنين بدأت آثار كبيرة من عمليات التعذيب، وقد تم التعرف على هذه الجثة وهي تعود إلى الشرطي المدعو أحمد الخالد من مرتبات شرطة محافظة دمشق فرع الهجرة والجوازات، حيث تم اعتقاله أثناء محاولته للانشقاق عن نظام الطاغية بشار، وقاموا بتعذيبه حتى الموت ورمي جثته في بلدة خان أرنبة. وتشهد قرية الكوم سيارات الأمن والجيش تتجول في قرية الكوم للبحث عن أسماء المطلوبين والمتخلفين عن الجيش، كما سجل إطلاق 4 قذائف مدفعية من العيار الثقيل مجهولة الجهة من سكنة كوم محيرس المتواجد قرب قرية عين عيشة. وفي جبهة تسمع أصوات القذائف والاشتباكات، وعصابات الأسد أغلقت المحال التجارية على الشارع العام في البردة. في بلدة قرقس شهدت البلدة اشتباكات عنيفة في جنوب تل الجابية، حيث لم يتوقف القصف العشوائي من مساء البارحة، وشهد تحليق للطيران المروحي فوق تل الجابية حسب شهود العيان. أما في بير عجم، قام أبطال الجيش الحر في بير عجم بالتصدي لمناورة سرية استطلاع للجيش الأسدي التي كانت تحاول أن تدخل البلدة من جهة العدنانية، وتتعرض بلدة بير عجم لقصف عنيف بالمدفعية والهاون والدبابات والسلاح الميمطة 23.5 من قوات الأسد الظالم. بالنسبة للوضع الإنساني في محافظة القنيطرة، تشهد المحافظة حصارا مشددا يمنع دخول المواد الأولية إليها، وهذا سبب أزمة حادة لدى السكان والمهجرين الذين هم بازدياد مستمر، فلا يوجد خبز ولا يوجد غاز ولا كهرباء ولا ماء ولا وقود، والناس يا سيدي محرومين تماما من أبسط حقوقهم اليومية والبسيطة في الحياة. وحالة هؤلاء الناس مزرية جدا ومعاناتهم لا توصف. هم هربوا من وحل المجازر والدم ليستقبلهم وحل الجوع والبرد المكلل بالخذلان العربي والعالمي. هم هربوا يا أخي من موتهم المحتمل إلى موتهم الذي لا يحتمل. هذه هي معاناة أبناء الجولان في محافظتهم، وهذا الموت كله لهم. أكثر من 700,000 مواطن هجروا من أحياء دمشق الجنوبية وريف دمشق، هم من أبناء الجولان المباع. لم يتكلم أحد عن مأساتهم، ولم يرسل أحد لهم معونات التبرعات. منذ سنة ونصف ونحن نتابع أغلب صفحات الثورة والمحطات التلفزيونية. قليل جدا يا أخي الكريم أن استوقفنا شيء يشكل بتضحيات أبناء الجولان أو يرثي حالهم أو يعلنهم مرة منكوبة ويتباكى عليهم. نعم. طيب يا أخي، ما بدنا تبكوا علينا، ما بدنا تتعاطفوا معنا، طول عمرنا متعودين نشلع شوكنا بإيدينا، والناس هي انفتحوا بيضوا لبعض، يعني النازح حبيتوا للنازح ويعيد مثل ما دلعتونا. بس بالنسبة لشهدائنا لقد تعاطف أبناء الجولان مع كل السوريين على مختلف مشاربهم ومناطقهم، وصحنا يا دوما نحن معاك للموت، ويا حمص نحن فداك بنموت، ويا دير ويا حلب ويا إدلب، بس حدا يكرم شهدائنا. 3000 شهيد من أبناء الجولان هم شهداء مجهولون في الثورة، دفنوا بصمت واستشهدوا دون أن يرثيهم أحد، لم يجدوا من يحتفي بموتهم. والأكثر ألما يا أخي أن رجالا في مقامهم يدفنون سرا كما يدفن قطاع الطرق على عجل، رقم من أرقام لا أحد يمشي في جنازاتهم. ومن هنا وباسم جميع أبناء الجولان يا سيدي نطالب أن تكون الجمعة القادمة باسم جمعة تضحيات أبناء الجولان المباع في كافة مناطق سوريا. نعم، شكرا جزيلا لك أخي الكريم هشام الجولاني من القنيطرة.